بينما يسجل المغرب تقدما اقتصاديا ملحوظا وحرية أكبر للمواطنين في السفر وتبادل العملات، يعيش المواطن الجزائري أزمة خانقة عند كل محاولة لمغادرة البلاد، والسبب نظام كارثي لصرف العملة الصعبة لا يواكب أبسط حاجيات المسافرين. الجزائري الذي يخطط للسفر يصدم بواقع مرير، مبلغ لا يتعدى 100 يورو سنويا مخصص لكل مواطن في ظل إجراءات معقدة وطوابير مدلة أمام البنوك، بل وتصل الأمور إلى الرفض التام دون مبررات واضحة. هذا في وقت أصبح فيه المغاربة يتمتعون بحرية صرف وتحويل العملة في إطار قانوني ومنظم دون كل هذه العراقيل. السوق السوداء أصبحت الملجأ الوحيد للجزائريين رغم مخاطرها القانونية، حيث بلغ سعر اليورو أكثر من 240 دينارا جزائريا، وفي حين أن المغرب يوفر عملات أجنبية بأسعار واضحة وتحت إشراف بنكي صارم يخدم المواطن أولا. في الجزائر المواطن يعامل كأنه خطر مالي إن حاول السفر، أما في المغرب فالسفر حق والعملات الأجنبية متاحة بتنظيم قانوني عصري. فهل هذا هو الفرق بين الاقتصاد المنفتح متقدم وآخر غارق في الأزمات؟